جهز نفسك واستعد عشان هاخدك في رحلة لأغرب 5 ألعاب رياضية في العالم. كتير من الناس هتكون أول مرة تسمع عنها في فيديو النهاردة. جهز كوباية الشاي وتعال نشوفهم مع بعض. بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ودعمونا بلايك واشتراك في القناة. طبعا كلنا عارفين سباق الخيل وشعبيته الكبيرة في معظم أنحاء العالم، بس سباق النعام جديدة دي. ما كنتش فاكر إن حد قدر يركب النعام غير محمد هنيدي وخلص الموضوع على كده. بس الحقيقة إنها رياضة قديمة ومعروفة في أفريقيا، ونشأت الرياضة دي في جنوب أفريقيا، ويقال إن أصل نشأتها بتعود إلى مصر القديمة. النعام هو نوع من أنواع الطيور اللي ما بيطيرش وسرعته بتصل إلى 70 كيلو في الساعة، عشان كده هو يعتبر أسرع الطيور على الأرض. سباق النعام بيكون زي سباق الخيل بالظبط، الفارس بيركب النعامة وبيجري بيها واللي بيوصل الأول هو الكسبان. طبعا سباق النعام ده شائع أكتر في جنوب أفريقيا وأمريكا، وتحديدا ولاية أريزونا. كبادي أو رياضة التلامس، ممكن تكون اللعبة دي بقت معروفة عند كتير من الناس وأصبحت بتنتشر بشكل أوسع وليها اتحادات في كتير من الدول، واللعبة دي بتتلعب في مصر وليها اتحاد خاص بيها. بس اللعبة دي مشهورة أكتر في آسيا وخصوصا الجنوب، وتم اختراعها في الهند القديمة. هي رياضة جماعية وبتكون عبارة عن فريقين، كل فريق عنده 7 لعيبة و5 احتياطي. بتتلعب على شوطين، كل شوط 20 دقيقة. فكرتها سهلة وبسيطة، بيكون في مهاجم من أحد الفريقين بيهاجم النص التاني للخصم، ويحاول يلمس أي حد من فريق الخصم ويجري بسرعة للنص التاني قبل ما يتمسك عشان تتحسب له نقطة، واللاعب اللي اتلمس بيخرج، ولو المهاجم اتمسك بتتحسب عليه نقطة وبرضه بيخرج. بس لازم المهاجم وهو في النص التاني ما يبطلش يقول كبادي كبادي، ولو سكت أو عطس هتتحسب عليه نقطة، فلازم تاخد بالك وانت عندهم. طبعا امال. من أغرب الرياضات اللي معانا إنك تشيل مراتك وتجري بيها في سباق. ايه؟ شلني ليه وانت اتشلتي؟ الرياضة الغريبة دي اتعملت في فنلندا، واستندت على اكتشاف الرياضة دي 3 قصص تقريبا شبه بعض. أول قصة في القرن ال19 لأحد الأشخاص يدعى هيركو، اتهموه هو وشوية حرامية إنهم كانوا بيسرقوا الأكل والستات من القرى القريبة منهم، فكانوا بيخطفوا الست ويشيلوها على ظهرهم ويجروا بيها ويهربوا كأنها شوال بطاطس. والقصة التانية تقريبا نفس الفكرة، إن شوية رجالة القرية تروح للقرية التانية وتخطف ستات رجالة القرية ويكونوا رجالتهم الجديدة. أما القصة التالتة كانت إن هيركو كان بيدرب الحرامية بتاعته على إنهم يشيلوا حاجات تقيلة على ظهرهم ويجروا بيها عشان يبقى سهل عليهم لما يجي يسرقوا. من الآخر فكرة الرياضة دي جت من السرقة، ده انت بجح قوي. وبعد كده اتحولت لرياضة شعبية في فنلندا، وبتتعمل كل سنة عن طريق الراجل بيشيل مراته ويجري بيها، وبيكون الطريق فيه شوية صعوبات، واللي بيقدر يوصل الأول من غير ما يعور مراته أو يبهدلها معاه يكون هو الكسبان. ولازم تكون وزنها على الأقل 50 كيلو. فلو اتجننتي في دماغك وهتخشي المسابقة دي لازم تخسي عشان تقدري تكسبي انتي وجوزك. من النهاردة مفيش غير رياضة ودايت ودايت ورياضة ورياضة ودايت ودايت ورياضة. تعال نروح على انجلترا في مدينة جلوستر، وخصوصا في الربيع على قمة تل كوبرز، السباق الغريب من نوعه واللي بيتجمع عشانه ألفات. سباق دحرجة الجبنة، يا حلاوة. واحد ابن حلال بيرمي قرص الجبنة وشوية متسابقين بيجروا وراها، والمفروض يعني انك تلحق قرص الجبنة وتمسكه مع الانحدار الشديد والسرعة المهولة اللي هتجري بيها، وانت نازل من اعلى قمة التل. لو نزلت سليم ولحقت الجبنة فمبروك عليك يا معلم، قرص الجبنة وهتعشي العيال. اما بقى لو خسرت فانت مش هتكون بس خسرت قرص الجبنة، انت هتكون خسرت حاجة في جسمك اكيد. ورغم تحذيرات الشرطة وإلغاء الحدث ده، إلا إن برضو الناس هناك مصرين يجروا ورا الجبنة كل سنة، وفعلا بيتعمل الحدث ده سنويا، والشرطة ما بتقدرش تعمل حاجة ليهم. طبيعي كل الناس بتكوي هدومها عشان خارجة خروجة حلوة أو رايحة حفلة مثلا، بس عمرك فكرت تكوي هدومك عشان مسابقة مش أكتر؟ وكأنك بتمارس رياضة الكوي. الرياضة دي بتجمع بين حاجتين، وهو إنك تكوي الهدوم وتطلعها بيرفكت في وقت وانت بتعمل حاجة خطرة. أو رياضة تانية زي مثلا تكوي وانت في عز التلج، أو انت بتتزحلق على الجليد، أو انت على أعلى قمة على الجبل، أو انت بتنط من الطيارة مثلا.
أو أنت بتتسلق الجبال. المهم بتكون بتعمل حاجة خطرة أو بتعمل حاجة بيتفرز فيها الإدرينالين. ايه ده؟ إدرينالين طب انت عايز ايه حضرتك؟ بصورة كبيرة، ونشوف هتطلع الهدوم مكوية كويس ولا هتتحجج بقى انك مش مركز. وتم اختراع الرياضة الغريبة دي في انجلترا ولقت اهتمام كبير من الاعلام والناس. وبكده نكون عرضنا على حضراتكم اغرب 5 العاب رياضية في العالم. لو عجبك الفيديو وعايز تشوف تاني من السلسلة دي دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، واكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر رياضة كانت فعلا غريبة بالنسبة لك، واشوفك تاني في فيديو جديد.